أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن معكم في حلقة أخرى من حلقات شهر رمضان المبارك. اليوم نشرع في موضوع جديد من أحكام الصوم، وهو أحكام المفطرات. يعني بحاجة للإنسان أن يعرف ما هو المفطر، وهل يعني المفطر ممكن أن يكون محتادا أو غير محتاج. يعني مثلا الآن الأكل للخبز و يعني الأمور الأخرى، الطعام هذا شيء محتاج، ولكن في بعض الأحيان يكون الأكل غير محتاج. يعني مثلا أكل الطين غير محتاج، أكل الترب غير محتاج، ولكن من المفطرات. فإذا نقف وقفات وحول هذا الموضوع والمفطرات حسب ما جاء في الرسالة العملية. قال: أحكام الصوم المفطرات، وهي أمور، يعني عندنا أمور من المفطرات، أهمها الأول والثاني تعمد الأكل والشرب. يعني الإنسان يتعمد فيأكل ويتعمد فيشرب، لا شك ولا ريب يقع خلل في هذا الصوم. طبعا هنا لماذا قال المرجع تعمد الأكل والشرب؟ لعله يقع الأكل والشرب ولكن بدون عمد، ما كان متعمد. يجينا إن شاء الله من خلال البحث. يعني ممكن أن لعله أكل شيئا من الطعام ولكن ما كان متعمد، وفي هذه الحالة لا يفسد الصوم إذا كان أكل الطعام غير متعمد. ولذلك قال هو أول المفطرات الأكل بكل أنواع هذا الأكل، يعني وكذلك الشرب بكل أنواعه يكون مفطر. نعم، فالأول والثاني الأكل والشرب، تعمد الأكل والشرب. يعني قلنا على أنه كلمة تعمد ممكن أن نخرج ما كان غير متعمد في أكل الطعام. يعني إنسان مثلا دخل إلى البيت وهو عطشان فرأى الماء فأخذ يعني قدحا من الماء فشرب هذا الماء وهو غير ملتفت، إلى أن بلغ يعني تقريبا نصف الماء، نصف هذا الإناء، بعدين اتذكر على أنه صائم. ماذا يصنع في هذه الحالة؟ مباشرة يرفع الإناء عن فمه ويبصق الماء الذي هو في داخل فمه، والصوم يكون صوم صحيح. لماذا؟ لأنه لم يتعمد الأكل والشرب. إذن للأكل والشرب تارة يأكلهم الإنسان وهو متعمد، أي متعمد على الأكل والشرب، وهذا لا شك ولا ريب في إبطال هذا الصوم، هذا الصوم يكون باطل. وتارة يأكل الأكل ويشرب وهو غير متعمد لذلك، فيكون صومه صحيح. ولذلك قال: ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، بين المتعارف وغيره. يعني هناك أكل متعارف، يعني مثلا الخبز متعارف، التمن، هاي المأكولات الأخرى كلها يعني مأكولات متعارفة. في بعض الأحيان الإنسان يأكل شيئا غير متعارف، مثلا لا سامح الله أكل الطين، وهذا غير متعارف، ولكن هل هذا الأكل للطين مفطر أو لا؟ نعم مفطر. بعض للأسف الشديد كثير من الشباب والشابات يأكلون الترب، وكثير من يعني يتصلون علينا في هذه الحالة. فممكن أن يأكل، إذا أكل شيئا من هذه التربة من هذا الطين فهو أيضا مفطر إذا كان يتعمد. ولذلك قال لا فرق
بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، سواء كان أكل فد شيء يعني كثير أو أكل بقدر الحمصة متعمد. فإذا كان متعمد على الأكل وعلى الشرب يكون الصوم غير صحيح، وإذا كان متعمد لعله يدخل في إشكال آخر، وممكن أن تكون عليه الكفارة وعليه صوم شهرين متتابعين إلى آخره. إذن ينبغي بالصائم أن يكون متحرزا ومنتبها لكي لا يقع في هذا الحرج وهذا الإشكال. فإذا وقع منه غير متعمد فيكون الصوم صحيح وليس فيه إشكال. يعني في المسألة الأخرى ماذا قال؟ ولا فرق بين القليل والكثير، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكون من طريق العادي أو من غيره. يعني تارة الأكل يأكله الإنسان عن طريق الفم، هذا فد شيء متعارف يعني عادي، وتارة عن طريق مثلا غير الفم، افرض عن طريق مثلا المغذي وما إلى ذلك، طبعا في أحكام خاصة، أو عن طريق الأنف أو عن طرق أخرى. فإذا تعمد الأكل سواء عن طريق المحتاد أي عن طريق الفم فهو مفطر، وسواء عن طريق غير الفم أي غير محتاد فهو أيضا مفطر. فإذا كلما كان الإنسان منتبها وتحصل يعني مثلا أنت عندما تجي تراجع، هسه إذا كنت واقع مثلا في لا سامح الله وقعد كذا تمرضت، هذا شيء آخر بعد، ممكن أن تكون أنت معذور في هذه القضية إذا كنت لا تتحمل الصوم. وأما إذا كانت عندك القدرة على التحمل يعني فلا بد لك أن تتحمل هذا الصوم وتمسك عن كل شيء مفطر. وبالمناسبة هذا الإمساك ينبغي أكو نقطة أساسية نتطرق لها في آخر دقيقة من هذا البرنامج، وهو النية الاستمرارية. يعني أنت عندما تمسك عن الطعام يعني أثناء الفجر، عندما يدخل الفجر ينبغي أن تستمر معك هذه النية إلى دخول وقت الغروب أي إذا أذان المغرب. فلا مثلا واحد أثناء الصوم يقول أنا راح أشرب ماء، أنا راح آكل، أنا راح، يعني هنا صار شنو؟ صار خلل بالنية، والصوم يكون صوم غير صحيح. فلا بد الاستمرار النية من طلوع الفجر إلى دخول الليل، وأتم يعني ثم أتم الصيام إلى الليل، لكي لا يكون هناك خلل في هذا الصوم. فينبغي بك أن تكون ناويا لهذه النية وماسك عن الأكل والشرب بما بينا من بعض المفطرات في هذه الحلقة إلى حلقة أخرى إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة أخرى من حلقات شهر رمضان. وتطرقنا في الحلقة التي مضت عن المفطرات، وقلنا المفطرات تارة يتناولها الإنسان عمدا فلا شك ولا ريب بفساد هذا الصوم، وتارة يتناولها وهو غير متعمد، ساهي أو ناسي، فلا إشكال في ذلك. وقلنا على أن المفطر ليس بالضرورة أن يكون محتادا من الطعام، ممكن أن يكون غير الطعام، بينا هذه المسألة. وقلنا أيضا لعله يكون غير طريق المحتاج، غير طريق الفم. إلى هذه النقطة انتهينا في الحلقة الماضية. ماذا يعني من غير المكان أو الطريق العادي أو من غيره؟ فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا. شايفين الإنسان عندما يمسك فأكو هناك مسائل بسيطة، يسارع الإنسان إلى غسل الفم جيدا، سواء بالفرشة أو ما يستطيع. لماذا؟ لكي لا تبقى الأجزاء من الطعام متبقية في الأسنان، لأنها لو بقيت وابتلعها متعمدا، طلع فد جزء من الأكل، مثلا هذا الجزء من الأكل هو من السحر، هو كان متسحر وأثناء النهار طلع فد قطعة خبز، قطعة أكل إلى آخره، وابتلعها متعمدا، فهنا إشكال في صومه. إذا أراد أن يتخلص من هذه المسألة فيسارع ويتمس، في تعبيرنا أنه يتمسك في الفرشة أو غيرها حتى يتخلص من هذا المتبقي. ولذلك قال الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان، إذا اختيارا ابتلعها اختيارا فهو الصوم فيه إشكال. وأما لو كان غير اختيار، ما كان متعمد، ما كان قاصد، لا إشكال في الصوم. المسألة الأخرى، لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب لغير عمد كما بينا، كما إذا نسي صومه فأكل وشرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك. في بعض الأحيان خاصة النساء عندما تكون في المطبخ تريد أن تذوق الطعام، تريد أن تمارس عملها في هذه القضية، فتضع شيء من الطعام في فمها، فلا إشكال في ذلك بشرط أن لا تبتلع هذا الطعام. تريد تشوف هذا هذا الطعام مالح ماسخ إلى آخره، تريد في تعبيرنا أنه تفحص هذا الطعام، فبإمكانها، ولكن بشرط أن لا تبتلع ما تضعه على لسانها، فلا بد لها من بصقه. ثم قال المسألة الأخرى، لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق. وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس إذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجري التنفسي للمري. هنا ثلاث مسائل لا بد من توضيحها. المسألة الأولى، الإبرة في العضلة غير مفطرة. المسألة الثانية في الوريد أيضا، في الوريد أو العضلة هذه الإبرة غير مفطرة. كذلك التقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق، كذلك سماحة السيد السيستاني غير مفطر. وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ
الذي يسهل عملية التنفس. إذا انتبهوا إلى كلمة إذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا عن طريق المريء، فإذا كانت عن طريق المريء فتكون مفطرة، وإذا كانت عن طريق التنفس يعني عن طريق نفس الإنسان أو تنفس الإنسان فتكون غير مفطرة. فإذا هذه الأشياء ممكن للإنسان أن ينتبه لها، وبيناها تقريبا. قلنا على أنه الطعام المتبقي في الفم لا بد للإنسان أن يتحرز، وكذلك زرق الإبرة في العضلة ليس فيها إشكال سواء في العضلة أو في الوريد، وكذلك القطرة في الأذن أو العين، ولكن بعض الفقهاء ممكن عندهم رأي حول هذه المسألة. لذلك قال يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما يخرج من فضاء الفم، بل يجوز له جمعه وبصاقه في ثم بلعه. يعني في بعض الأحيان الإنسان يفكر يقول أنا بعض الأحيان يصير شيء من البصاق داخل الفم، هذا شنو؟ هذا لا إشكال فيه، ممكن للإنسان أن يبتلعه. لماذا؟ لأنه هو ما جاء بشيء جديد، لا، هذا كان في فمه. وطبيعة الإنسان مثلا طبيعة الإنسان إذا شاف شيء حامض، شاف ما إلى ذلك، يصير نوع من البصاق، فبإمكانه أن يبتلعه، وإذا ابتلع لا إشكال في صومه. أما هسه واحد يسأل يقول هذا البصاق شنو الإشكال؟ يعني لماذا لم قلنا على أنه هذا من فم الإنسان، يعني ما جاء في ماء جديد ولا جاء بطعام جديد حتى يكون مفطر للصوم. إذن هذه المسائل الأساسية في الحفاظ على الصيام، ولا بد للإنسان أن يستمر بصومه كما بينا في الحلقة الماضية من طلوع الفجر إلى دخول الليل على هذه النية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة أخرى من أحكام الصيام. وكان الكلام في المفطرات، وبينا مجموعة من المفطرات التي قلنا بعضها يفسد الصوم بتناولها والبعض الآخر لا يفسد. وصل بنا المقام إلى هذه المسألة، قال لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، وإلا فالأحوط استحبابا تركه. يعني في بعض الأحيان إنسان يخرج شيء من صدره، فهذا إلى داخل الصدر يبتلعه ماكو مشكلة، بس إذا وصل إلى الفم الأحوط الاستحباب أن يبصقه ولا يبتلعه. ثم يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا خرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد، أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق. يعني نحن الاستياك الآن عندنا هذه الفرشة، يعني فرشة الأسنان،
فبإمكان الإنسان أن يستخدم المسواك أو الفرشة، ولكن بشرط أن لا يخرجها من فمه ويرجعها مرة أخرى، ويتحفظ أن لا يبتلع شيء من هذه الأشياء. فبإمكانه أن يفرج وينظف أسنانه، ولكن بشرط أن لا يبتلع ما كان في فمه من معجون الأسنان وما إلى ذلك، فإنه إذا ابتلعها يكون هناك إشكال في الصوم، وإلا لا إشكال في استخدامها. ثم قال: يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، وإلا وجب التخليل. يعني يقول إنسان عندما يخلص من الطعام فبإمكانه أن يستخدم يعني التخليل بين الأسنان، يعني في تعبيرنا ينبش أسنانه بعود معين كذا، حتى شنو؟ يخرج الطعام المتبقي. وإذا ما يعني ما استخدم هذا الشيء فما زال ماكو فد شيء داخل الفم، هم لا إشكال في ذلك. لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولو اتفقت تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا لم يبطل الصوم. يعني فد امرأة عندها طفل تريد أن توكل هذا الطفل، وممكن أن تستخدم يعني مضغ الطعام بفمها إلى آخره. وكذلك مثلا واحد عنده الطير يريد يطعمه، يسوي له الطعام بفمه وبعدين يطيل الطير، فلا إشكال أيضا بمضغ الطعام بهذه الطريقة. المسألة الأخرى: يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء. شايفين احنا في بعض الأحيان يصير يعني يبوس بالحلق، يبس حلق الإنسان، فبإمكانه أن يتمضمض. تارة يتمضمض لواجب وتارة لا، للاستحباب أو للإباحة، يعني هيك على راحته هو. فكل هذه الأشياء جائزة للصائم أن يستخدموا، يعني يتمضمض للوضوء ولكن بشرط أن لا يبتلع، يتمضمض من أجل أن يعني يستخدم الماء بأي طريقة كانت، فأيضا لا إشكال في ذلك. فإذا يجوز له أن يضع شيئا من الماء بفمه ولكن بشرط أن لا يبتلع. قال إذا أدخل الصائم أو لا، قال يجوز للصائم المضمضة بقصد ماذا؟ بقصد ماذا؟ بقصد الوضوء أو لغير الوضوء ما لم يبتلع شيئا من الماء. الله يدير باله أن يبتلع قطرة واحدة متعمدا من الماء، لأنه يخل بهذا الصوم متعمدا. وينبغي له بعد المضمضة أن يبصق ريقه 3، يعني إذا تمضمض يكون يبصق في تعبيرنا العامي يبصق 3 مرات. إذا تمضمض للوضوء أن يبصق 3 مرات. وهسه خلينا نشوف هذا قال: وينبغي له المضمضة أن يبصق ريقه 3 إذا أدخل الصائم الماء في فمه المتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره، فإن كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء. وأما في غير ذلك من موارد إدخال الماء في الفم أو الأنف أو تعديه إلى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء، وإن كان الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة. يعني تارة الماء يسبق الإنسان فيدخل إذا كان للفريضة وسبقه بدون عمد فلا إشكال، ولكن إذا كان واحد يريد يصلي استحباب وسبقه، يريد يتمضمض وسبق الماء ودخل، هنا الأحوط استحبابا أن يقضي هذا اليوم. ولذلك قال: إذا أدخل الصائم الماء
في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره، يعني ما كان متعمد، فإن كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء. يعني إذا كان يريد يتبرد، هنا إذا كان يريد يتبرد الحلقة وسبق الماء واجب عليه القضاء. يعني يريد يتمضمض هيك عبث ولكن سبقه الماء إلى الفم فوجب عليه القضاء لأنه متعمد. فإذا كان قصد به التبريد وجب عليه القضاء. وأما في غير ذلك من موارد إدخال الماء في الفم أو الأنف وتعدي إلى الجوف بغير اختياره فلا يجب القضاء، وإن كان الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك لوضوء صلاة نافلة. نعم، يعني هنا أبين هذه المسألة. تارة يتمضمض للفريضة وسبقه الماء من غير عمد ليس عليه شيء، وتارة يتوضأ لنافلة لمستحب يصلي في ركعتين مستحب وسبقه الماء ودخل إلى فمه الأحوط يعني الاستحباب يقضي هذا اليوم، وتارة يريد أن يتبرد وسبقه الماء فوجب عليه القضاء. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والعبادات في هذه الأيام المباركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.